في تجربة العلماء بيعملوها من عشرات السنين عشان يعرفوا ازاي الإنسان بيسيطر على نفسه. التجربة دي اكتشفوا ان هي بتأثر على المخ والهرمونات وكمان السلوك. التجربة دي ملايين الناس بيعملوها وهم مش واخدين بالهم، لو بيعملوها كل سنة. والتجربة دي هي الصيام. بس السؤال الحقيقي، ليه بعد ما بتخلص التجربة دي في ناس بتطلع أقوى وأنشط وكمان أكتر تحكم في نفسها، ده غير العادات السيئة اللي بتسيبها، وفي ناس بتطلع كأن لم يكن، وكأن ما عملتش أي حاجة، ده بالعكس طالعة تعبانة شوية من الصيام. اديني ودنك بقى وركز معايا لحد الآخر، عشان الموضوع ده بالذات مش زي ما انت فاهم. ما تنساش تسيب اللايك بتاعك عشان ده بيبقى دعم ان المحتوى يكمل وينتشر وناس غيرك تشوفه. عارف مشكلتك الحقيقية ايه؟ انك ما فهمتش، وكل حاجة تقريبا بتعملها في يومك وفي حياتك بتعملها وراثة. هذا ما وجدنا عليه آباءنا، علمونا واحنا صغيرين اننا نخاف نسأل. بس ما تقلقش، طول ما انت معايا اي سؤال مش عارف اجابته وخايف تسأله، انا هجاوبك عنه. الكاتب مارك مانسون كان بيقول انه اكتشف حاجة خطيرة جدا، وهو ان الصيام لا يغير الجسد فقط، الصيام يعيد تشكيل طريقة عمل المخ. مانسون اكتشف ان فترات الامتناع عن الاكل دي بتحفز المخ على تحسين التركيز وزيادة المرونة العصبية وتقوية التحكم في الاندفاع. جه الدكتور فالتر لونجو، وهو مهووس بدراسة طول عمر البني آدم في جامعة جنوب كاليفورنيا، بيقول إن الصيام أداة قوية لكن خطيرة لو تحولت لإفراط بعد الحرمان. يعني إيه؟ يعني الجسم لما بيصوم بيبدأ يهدى ويبدأ يفلتر وينقي نفسه، لكن لو كان الإفطار أكل كتير ودسم بيسبب تخمة، فبالتالي يبقى فيه دهون زيادة وسكر كتير، فبالتالي كده تدريب المخ اللي انت بتتمرن عليه طول اليوم باظ. هنا الصيام بقى بالنسبة لعقلك حرمان مش امتناع. في فرق كبير قوي ما بين الحاجتين دول. وهنا بدل ما يكون تدريب بقى إجهاد وتعب. جه عالم النفس روي بومستر بيكمل كلام الناس المحترمة ديت وبيقول إن ضبط النفس عامل بالظبط زي العضلة، بتقوى بالاستخدام وتنسف وتضعف بالإسراف. والصيام هنا بقى بيدي للعضلة دي فرصة للتدريب وإن هي تكبر. والتدريب هنا بيبقى يومي لمدة 30 يوم. 30 يوم يعني تكتسب أي عادة أنت محتاجها. بس السؤال هنا، هو احنا فعلا بنتدرب صح؟ والمشكلة الأكبر هي إنك للأسف بتدربها الصبح وتجتهد وتيجي بالليل تبوظ كل اللي انت عملته. وهنا يظهر السؤال الأخطر بقى، هو الدين بيختلف مع العلم؟ بس الإجابة طلعت غير كده خالص. والدليل إن الدين من 1500 سنة أو 1400 سنة نازل بالقواعد دي وبالأوامر دي. أنت بتعملها من 1500 سنة، والبحوثات اللي
أجريت اليومين دول، يعتبروا يومين دول بالنسبة ل1500 سنة، أظهرت الفوائد الجبارة وتحليلات علمية ونفسية موجودة في الأوامر اللي ربنا اداها. وبص بقى برضو ربنا كان بيقول لك إيه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. يعني تتحكم فيها عشان تبقى أحسن جسديا ونفسيا وروحيا، مش عشان تتحرم خالص خالص. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة. يعني ايه؟ يعني درع، وقاية. انت بتعمل وقاية، درع ما بينك وما بين اي حاجة بتدمرك نفسيا او جسديا. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. يعني من الآخر صيامك ده ملوش لازمة لو ما بقيتش حسن الخلق، وما بقيتش صدوق اللسان، وما بقيتش من المحسنين اللي هم بيعملوا خير، بيساعدوا الناس في حاجة يقدروا بيعملوها في شغل في ايديهم بيطلعوا بأكمل وجه. ده ايه؟ ده الناس اللي بتعمل حاجة كويسة، دول بيسموهم المحسنين. صيامك بقى ملوش لازمة لو انت ما عملتش الثلاث حاجات دول. ربنا سبحانه وتعالى غني عن صيامنا وغني عن عبادتنا، ففوق ركز. كل الحاجات اللي انت بتعملها دي في الاخر ليك انت، دي تعاملات ليك انت للبشر. فمن الاخر تأكد ان اي حاجة انت بتعملها في اوامر من اوامر ربنا ده خير ليك، عشان زي ما قلت لك من 1500 سنة ظهرت لنا الفوائد النهاردة، مش محتاج تأكيدات تانية طبعا. خد بالك بقى من اللي بتعمله، خد بالك كويس من اللي ناقصك عشان تزوده. في الحقيقة بقى احنا بنتعب في رمضان مش عشان الصيام صعب، لكن لأننا بنحارب نفسنا. في الحقيقة هنا احنا بنحاربها مش قصدنا نربيها. ازاي؟ هقولك ازاي. وده لما تكون مش فاهم يعني ايه صيام، او فاهم بس انت مستني تفطر عشان تلحق الناصية وتلحق العبايات اللي بتعدي، او عايز تلحق الخيم وتخرج خروجة حلوة واديك فطرت بقى. ربنا يا صاحبي مش بيضحك عليه عشان تبقى فاهم، انت بتضحك على نفسك انت. وربنا بيعمل لك حاجة عشان يقومك، وانت بغبائك مفكر ان انت كده كويس، انت موفق ما بين الاتنين. للأسف انت بتعمل كارثة هنا بيحصل فيه ايرور. اللي انت بتعمله ده كله عكس الصيام وعكس التقوى. ركز ركز يا ابني، انا بحبك، مش حد يقولك الكلام ده. انت كده بتخسر كل حاجة. طيب يا سيدي، هجيب لك بقى من الاخر. انت ضعيف قدام شهوتك، طيب هتعمل ايه؟ اول حاجة هي ان انا اغير تفكيري وطريقة كلامي مع نفسي، من حيث ان رمضان جاي عشاني انا، مش فرض او واجب بقضيه او بقضي حق ربنا وخلاص. لا، ده جاي عشانك. لازم تغير الفكرة دي، تحولها ان رمضان جاي عشاني، وان ربنا بيحبك وعايز يعالجك وعايز يهذبك وعايز يغفر لك كمان. تاني حاجة وهي الفطار. كل تلت أكلتك في العادي، ده لازم. النية الصادقة، خد بالك كويس أوي من نيتك واللي انت عايز تعمله، ده مهم مهم جدا. ربنا بيقول لك ايه: ولكل إنسان ما نوى ويعلم السر وما أخفى. ركز، هتضيع. أنا بقول لك اهو، عشان حاجات زي كده حياتك ممكن تخرب. ده بجد. عارف عامل زي ايه؟ زي أب كده عنده 2 توأم، فدخل على واحد
لقاه بيكلم صاحبه وبيقول له إن إحنا يوم الخميس هنخرج خروجة حلوة هنجيب خمور وهنجيب بنات، الليلة هتبقى بايظة عشان إيه، ده اليوم ده أنا هقبض فيه وكده الشهر بتاعي. ويخش أبوه سمعه سكت قفل الباب، راح على خد تاني، سمعه بيقول لصاحبه أنا عيد والدتي آخر الأسبوع وهاخد فلوس الشهر بتاعتي وأجيب لها الغسالة اللي هو هيقدمها لها في البلد، ولله المثل الأعلى. وآخر حاجة هي التدرج، يعني أي حاجة كنت بتعملها وقفها. سمعتك في حاجات مش هتقدر تبطلها، صح؟ من عارف. فاللي مش تقدر تبطله ده انت هتعمل تركة بسيطة كده، زي ما نقول كده اعمل لها تخفيف محسوب. يعني ايه تخفيف محسوب؟ يعني انت بتقلل نسبة بسيطة جدا من الحاجة اللي انت بتعملها، اذا كان في وقتها او اذا كان في الكمية. يعني لو المشكلة ان هي بتاخد وقت فانت بتقلل من وقتها، فكل يوم على مدار ال30 يوم هتلاقيها اختفت من حياتك. وده عشان ما تحسش وانت بتسيب الحاجة الغلط او بتسيب العادة دي. ودايما بتسيب حاجة لازم تدخل مكانها حاجة، يعني اوعى تبطل عادة من غير ما تحط مكانها عادة، ده هيخليك ترجع للعادة القديمة. وده كله مش عشان تبقى ملاك، عشان تبقى بني آدم. عشان ايه تبقى بني آدم؟ رمضان مش شهر الجوع زي ما انت فاهم، رمضان أذكى تدريب نفسي عرفه الإنسان، بس باسم تاني.